قصة اكتشاف قارة أمريكا هي واحدة من أغرب قصص الاكتشاف اللي حصلت في التاريخ. قصة بدأت من أسبانيا وبدل ما تنتهي في الهند انتهت في مكان غريب. اتفرج على الفيديو ده علشان تعرف القصة الغريبة ورا اكتشاف أمريكا. كريستوفر كولومبوس خرج من ميناء بالوس الأسباني في رحلة مكونة من 3 سفن في 3 أغسطس سنة 1492، والهدف من ورا الرحلة دي هو الوصول للهند علشان يقدر يحصل على كنوزها من ذهب ومجوهرات وتوابل. كانت الرحلة أطول من المتوقع، وعلشان كولومبوس يهدي الطاقم بتاعه كان بيزور في سجلات الإبحار اليومية علشان يوهمهم إنهم قطعوا مسافة أصغر. وعلى يوم 10 أكتوبر ابتدى طاقم السفن يتمرد على كولومبوس، فاضطر إنه يوعدهم لو ما وصلوش في خلال يومين هيرجعوا بلدهم في اليوم الثالث. ووصلوا بالفعل خلال يومين، بس ما كانش لآسيا زي ما كان كولومبوس فاكر. في البداية لازم نعرف إن في القرن ال15 وال16 كتير جدا من قادة الدول الأوروبية كانوا بيمولوا الحملات الاستكشافية على أمل إنهم يلاقوا ثروة كبيرة وأراضي واسعة يستفيدوا منها. وفي نهاية القرن ال15 أسبانيا كانت بتعدي بفترة إعادة الاستعمار، وعلشان كده كانت بتدور على أماكن جديدة في العالم تستكشفها. وبما إن تقريبا كان مستحيل الوصول لآسيا عن طريق البر، لأن الطريق كان طويل جدا وصعب وكان هيحصل حروب مع جيوش البلاد خلال السفر، فالبرتغاليين قرروا يحلوا المشكلة دي عن طريق استخدام البحر للسفر والاستكشاف. وفي سنة 1488 أبحروا بالفعل جنوبا على طول ساحل أفريقيا وحول طريق رأس الرجاء الصالح. بس كولومبوس كان تفكيره مختلف شوية، وكان بيفكر ليه ما يبحرش غربا في المحيط الأطلسي بدل ما يعدي على قارة أفريقيا الضخمة. فكرة كولومبوس كانت صحيحة، بس للأسف معادلاته الرياضية كانت خطأ، وكان حاسب إن محيط الأرض أصغر بكتير من الحقيقة، وبالتالي كان مقتنع إن الرحلة من أوروبا لآسيا هتكون قصيرة وسهلة. وفي سنة 1491 وافق المسؤولين على رحلته، وقرر ملك أسبانيا تمويل نفقات الرحلة الاستكشافية دي. وكان نصيب كولومبوس من الاتفاق هو الاحتفاظ ب10% من الثروات وحكم الأرض الجديدة اللي هيكتشفها. كولومبوس عمل 4 رحلات استكشافية من أسبانيا في المحيط الأطلسي سنة 1492 و1493 و1498 و1502، لأنه كان مصمم يلاقي طريق مباشر من أوروبا لآسيا، بس للأسف ما قدرش يلاقيه، وبدل آسيا لقى عن طريق الخطأ الأمريكتين. في يوم 11 أكتوبر ظهر لكولومبوس من السفينة أرض واضحة فافتكر إنها آسيا، بس في الحقيقة هي كانت إحدى جزر لوكايوس عند مدخل مضيق لوريد بالقرب من أمريكا الشمالية. والأرض دي كانت نقطة انطلاق كولومبوس اللي قربته من الوصول للأمريكتين، وأطلق على الأرض الجديدة اسم سان سلفادور. وعلشان كولومبوس كان فاكر إنه في آسيا، فضل يدور على مملكة كاتي الواقعة في الأراضي الصينية، لأنه كان بيحمل خطابات من ملك أسبانيا لملوكها والمفروض إنه يوصلها لهم، وطبعا ما قدرش يوصلهم، فقرر إنه يرجع لأسبانيا ليعلن اكتشافه الجديد. وصل لأسبانيا يوم 15 مارس سنة 1493، يعني بعد 7 شهور من بداية الرحلة. وفي سنة 1506 مات كريستوفر كولومبوس وهو مقتنع إنه وصل لآسيا وإن الجزر اللي اكتشفها قريبة من الهند، علشان كده أطلق على السكان الأصليين للأرض دي اسم الهنود، والجزر نفسها اتسمت بالهند الغربية. كولومبوس بدل ما يسيب الهنود يعيشوا في سلام وحضارتهم تنمو وتزدهر مع الحضارة الأوروبية، استولى عليهم وتصرف كأنه السيد وهم العبيد. وطبعا سيطر الأسبان على البلاد الجديدة وارتكبوا أبشع جرائم القتل والسرقة بكل سهولة، خصوصا إنهم كانوا مسلحين تسليح أقوى من السكان الأصليين. وللأسف اضطر الهنود للاستسلام للعبودية مقابل بقائهم على قيد الحياة. وفي سنة 1507 حصلت مفارقة غريبة جدا، لأن رسام الخرايط مارتن فالسي ميلر رسم خريطة أولية لتصوير العالم الجديد، وكان يعتقد مارتن إن المستكشف الإيطالي أمريكو فيسبوتشي هو مكتشف الأراضي الجديدة، لأن أمريكو هو أول واحد اعتقد إن دي قارة جديدة مش آسيا زي ما كل الباقيين كانوا فاكرين. وكتب مارتن في خرايطه على الجزء الجنوبي من القارة اسم أمريكا نسبة لأمريكو فيسبوتشي بالخطأ، بس بعد ما اعترف بخطأه كان الأوان فات لتغيير الاسم اللي انتشر. يا ترى كان هيبقى إيه شكل العالم لو الأوروبيين ما استعبدوش سكان أمريكا الأصليين وقضوا على حضارتهم؟ قول لنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتك في الفيديو ده، ولو عندك مقترحات لفيديوهات تانية.
ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان تشوف الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل.